السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة جورية في بيتي. النهاردة يا بنات هعمل معاكم جيلي بالفواكه. ديت مية سخنة، ومعايا باكوين جيلي. انا مستعملة جيلي دريم اهوت. انا هبدأ احط باكوين الجيلي على كوبايتين مية مغلية بالطريقة دي، وهبدأ انزل لهم السكر بتاعهم حسب الرغبة، وهسيبهم يدوبوا مع بعض وارجع لكم. اهوت يا بنات، انا دوبت الجيلي والسكر مع بعض خالص بالطريقه دي. هبدا بقى احط عليهم كوبايه ميه بارده اهو، وهقلبهم ببعض. وانا محضره معاكم هنا كاسات فيها موز وفراوله. الفاكهه دي يا بنات حسب اختياركم انتم، النوع الفاكهه اللي انتم بتحبوه بتفضلوه ممكن تستخدموه بالطريقه دي. فانا هبدا انزل جيلي في قلب الكاسات بالطريقه دي. انا هامله الكاسات كلها وارجع لكم. اهوت يا بنات، انا عملت مليت الكاسات بالجيلي. هحطهم في التلاجة لحد ما يجمدهم. لما يجمدوا ان شاء الله هفرجكم. ادي الجيلي اهوت يا بنات بعد ما جمد، وده شكله. انا زوقته بالكريم شانتيه. ده كان منظره. بصراحه بيبقى جميل، انا وولادي على طول بيطلبوه مني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.